ومهما اشتدت حمى التنافس بين الفريقين تبقى كرة القدم الإماراتية هي الفائز الأكبر، وهو ما جسده الشاعر علي الخوار من خلال قصيدة تحولت إلى أغنية جسدت أبهى معاني البيت المتوحد. أبناء الإمارات دائما تجمعهم روابط ولا تفرقهم 90 دقيقة. علمهم الشيخ زايد رحمه الله المحبة والانتماء لهذه الأرض، ووصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ما زرعه والدنا زايد رحمه الله. فمهما تعددت الألوان واختلفت شعارات الأندية يجتمعون تحت 4 ألوان: ألوان علم الإمارات. كان لشاعر الوطن علي الخوار كلمة داعبت مشاعر مدرجاتنا. في النهاية يعني هم واحد أكيد يعني، ويمثلون رياضة الإمارات، ونحن دائما عندنا الإمارات أولا. بعيد عن التنافس، أكيد إنه بيكون في تنافس ما بين أنديتنا كلها في المسابقات المحلية. زعيم والفرسان اليوم ودوم حبايب، العين والأهلي حبايب في عيونهم. وبألحان مبارك تغنى فايز وهزاع ومحمد ليجعلوا من فنهم قصة حب مزجت الأحمر بالبنفسجي، ليبينوا تلاحم مدرجات كرة القدم الإماراتية. العين والأهلي حبايب في عيونهم شفنا البطولات، كل منهم بالمجد تحت مظلة كنا عيال خليفة اجتمع أبناء ديرة وأبناء القطارة ليوحدوا الصفوف ويملأوا مدرجات استاد محمد بن زايد في نهائي سوبر الخليج العربي. شغفهم لكرة القدم يجعلهم يتنافسون على كل البطولات، وهدفهم واحد: الارتقاء بصدد التشجيع في دولة الإمارات. الأغنية جمعتنا كلنا جماهير الأهلي والعين، أن كلمات حلوة من كلمات علي الخوار تجمع شمل، أن تبين للناس أن ما في أمور بين الجمهورين. نتكلم عن الخليفة ونتشرف بهالاسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، والسوبر طال عمرك. طبعا الفريقين الكبار اللي هم بطل الدوري العين وبطل الكاس الأهلي بالفعل هم سوبر يعني. هكذا هو حب الوطن، تنافس شريف على مدار 90 دقيقة، وتتمازج الأهازيج بأصوات عالية، ولكن سوبرهم حبهم الذي يجمعهم بعد كل لقاء. نهاية الموجز الرياضي، عودة إلى سعيد وعاشة، مع السلامة.